الكورة اللي بتتقدم عندنا في مصر دي أسوأ كورة ممكن تشوفها في حياتك، بعيدا ان مفيش كورة اصلا بتتقدم في ارض الملعب، بس الحلو والاثارة والجمال كله بيبقى بره الملعب. اول لما تطلع بره الملعب بتقابل في وشك على طول ديانتين، الديانة الاهلاوية والديانة الزملكاوية. دول بقى يا معلم ماشيين على قانون واحد، اي حاجة في مصلحتي فهي تمام، بس نفس الحاجة دي لو اتعملت عليا فلازم نقيم الحد. يعني حكم ما حسبليش ضربة جزاء وخلينا نتعادل الماتش، ده لازم نجيب سلسفيل امه ونغلط في بلده كلها. انما في الماتش اللي بعده حكم ما يحسبش على ضربة جزاء ويخلينا نكسب الماتش، هو ده الطبيعي وهو ده التمام. تقول ايه حارس مرمى طلع في اخر ركنيه في الماتش وفريقه ما عندوش اي امل انه يلعب في اي بطوله عشان يجيب فيها جون التعادل ويخليني اخسر الدوري؟ لازم نشكك في ذمته وذمه النادي اللي بيلعب فيه وذمه النادي اللي هو كان عامل له مكافاه اللي هو راح منه اعاره كمان. الفريق اللي انا هلعبه في اخر ماتش في الدوري، الفريق الغريم بتاعي عامل له مكافاه عشان يكسبني والغريم ياخد الدوري. ولو قررت بقى انك تسيب السوشيال ميديا وتطلع الاعلام، فانت هتلاقي في كل برنامج قاعد لك لاعب سابق في الفريق ده او في الفريق ده محدش من الجماهير اصلا فاكر ان هو لاعب عندهم، وكل الهدف اللي هو بيعمله يقعد يقول لك تصريحات بوم طخ. ولو جيت تبص بقى في العامل المشترك في كل اللي انا حكيته لك ده، هتلاقي كل ده بيجري على حاجه واحده وهي الفلوس والماده. الحكم اللي مرضيش يحسب ضربتين الجزاء هو كان هدفه في الاول الفلوس، حارس المرمى اللي طلع لك في اخر ركنيه هو كان هدفه ان هو يجيب جون عشان ياخد فلوس. الخناقات اللي على السوشيال ميديا والحوارات اللي عمال احكي لك في دي، الهدف منها الاساسي من اللي منزل البوست واللي قام بالحمله دي هو ان هو يجمع فلوس. وطبعا مش محتاج اقول لك ان لعيب الكوره عايز فلوس. كمان الاثنين لعيبه اللي انا حكيت لك عنهم اللي بيطلعوا في البرامج على التلفزيون هم هدفهم من التصريحات البوم طخ دي اللي هي تنتشر عشان يجي لهم من وراهم فلوس. يعني في الاخر هم كلهم بيطلعوا كسبانين، وانا وانت اللي بنتهاجم في النص وبنطلع خسرانين في الاخر. هي دي الكوره عندنا في مصر بكل اختصار.